الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. آية اليوم كم مرت على مسامعكم قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الإضافة مزيد من الشرف، مزيد من التشريف، أن ينسب هؤلاء العباد وأن يضافوا إلى معية الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن، ومن أعلى مقامات الشرف بخلاف حسابات الدنيا، أعلى مقامات الشرف أن تزداد عبودية لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لما أحب أن يزكي عبده وخليله محمد فقال: سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومقام العبودية مقام من أعلى المقامات التي يتشرف المسلم ويعتز بها في هذه الدنيا وفي الآخرة، أن تكون عبدا لله عز وجل. وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، سواء المؤمن أو الكافر، ولكن المعني هنا الذين انصاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى، أطاعوه فيما أمر ونهوا عما نهى عنه وزجر. هؤلاء هم صفوة العباد الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم. فقال: وعباد الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، ورحمة الله تبارك وتعالى سبقت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى ينسب هذا الاسم لعباده زيادة ايضا في الشرف، ومزيد من التوقير والتقدير والرحمة لهم في الدنيا وفي الآخرة. نعتهم الله سبحانه وتعالى ووصفهم بعدة صفات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أولا لازم تعرف، عشان تكون عبد لله لابد أن تحقق ثلاث توحيدات. ثلاث توحيدات. الناس مفكرة التوحيد إن أنا أقول لا إله إلا الله خلاص. لا، في ثلاث توحيدات لازم توحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى. في توحيد الألوهية، وفي توحيد الربوبية، وفي توحيد الأسماء والصفات. ماشي؟ توحيد الربوبية أنا وإنت وهي وهو والمؤمن والكافر كله بيشترك فيه، اللي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالملك والرزق والتدبير. حد يعرف يجيب دليل أو آية إن المؤمن والكافر بيقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. آيات كتير من دي. ده اسمه، خلي بالك معنى الكلام ده، إن الكافر بيوحد ربنا، بس الفارق بيننا وبينهم اللي هو التوحيد الثاني، اللي هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. كل ده عشان نبقى عبيد لله سبحانه وتعالى، إن احنا الصلاة بتاعتنا دي من أولها لآخرها كلها تكون لله سبحانه وتعالى نقية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة. التوحيد الثالث اللي هو توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، وأن تثبت ما أثبته الله، وأن تثبت ما أثبته رسوله لذاته الشريفة سبحانه وتعالى من صفات وأسماء. مش أي صفة كده لله، ومش أي اسم لله، لا، الأسماء اللي هي ثبتت في السنة أو في الكتاب، وكذلك الصفات.
اللي يهمنا بقى في الحوار ده دلوقتي اللي هو تحقيق توحيد الألوهية، اللي انت ازاي تبقى عبد لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وعباد الرحمن الذين أول صفة يمشون على الأرض هونا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أول صفة اللي هي المشي. أنا دلوقتي قاعد تمام، مش هيبان مني أي حاجة مثلا غير الكلمتين اللي أنا هقوله وامشي. كذلك ما هو الوضع يا إما قاعد يا إما نايم يا إما قائم يا إما ماشي. أنا هعرفك منين؟ نايم مش هشوفك، قاعد في حالك مش ما بفيش أي إصدار منك أي حاجة عشان أعرفك إلا إذا تكلمت. قائم، لكن الماشي في حركات، في انفعال، في رد فعل. المشي يتولد منه هذه الأمور، يا إما استعلاء وكبرياء عياذا بالله، يا إما أن تمشي متواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين عبيده. يبقى أول صفة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني إيه هونا؟ يعني هذه المشية لا تموت فيها ولا خيلاء. أحسن مشية وأحسن مشية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشية فيها النشاط، فيها الحيوية، فيها الحركة، فيها القوة، فيها العزم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وكأنه انحدر من صبب. عارف انت لما يكون نازل من حاجة عالية كده تمام، خلي بالك هي مش ماشية سريعة قوي يعني، لا يعني ايه، ماشي مش متخايل او متماوت. المشية اللي هي فيها تموت تحس ان هو ايه، مرضان تعبان كسلان. ديننا ما يعرفش الكلام ده. حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا مشى كان يمشي وكأنه ينحدر من صبب صلى الله عليه وسلم، يمشي متواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، مهتم لأمره، عارف هو رايح فين، مش ماشي كده يترنح يمينا ويسارا. وهذا ما نهى عنه لقمان وموعظة لقمان لابنه، قال له ولا تمشي في الأرض مرحا. تمام، دي نداء للشباب والأولاد الصغار ان هم لما يجوا يمشوا في الشارع ما يبقاش بقى يتطوح يمين وشمال ومفكر ان هو كده بقى ايه، بقى الولد بقى الفتك اللي هو اللي ايه، اللي ما فيش زيه. تمام، لا ده خيلاء. ولا تمشي في الأرض مرحا. يبقى أول صفة اللي هم عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دي تاني صفة. حد يعرف إيه الفرق بين الجاهل والأمي؟ الأمي أم ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب ومش عارف، أبيض خلاص، يبقى ده ما عندوش أي معلومة خلاص، ده الأمي. أما الجاهل الذي عنده معلومة ولكن خطأ، يعني ده عنده معلومة بس خطأ ومحتاج الصواب. فأنت بتعاني أكتر مع ده ولا مع ده؟ مع ده، مع الجاهل. ليه؟ لأن أنت هتعمل حاجتين، هتشيل الأفكار الخاطئة وتحط مكانها إيه؟ يبقى ده بيحتاج عناء. وما أكثرهم في هذا الزمان، خلي بالك، اللي هم السفهاء، اللي هو عمال يجادل ويناقش وهو على جهل وعلى يعني سفاهة. ازاي نتعامل مع الناس دي؟ ما هو سبحان الله إسلامنا ورسولنا ما سابوش حاجة إلا ونبهونا إليه. في الأبيات دي مش هنساها أبدا للإمام الشافعي. ازاي نتعامل مع هؤلاء السفهاء؟ قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. أحسن رد على هؤلاء السفهاء
ألا ترد، ألا ترد إلا بقى في مسائل معينة. إذا اتهمك في عرضك وشرفك وأمانتك زي ما قلنا على المنبر قبل كده، يجب عليك أن تدافع عن نفسك. خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية اللي انت لا ترد الإساءة بالإساءة كما هو عايز يوصل لدي، هو بيستفزك. ما هو طريق الاستفزاز ده من حبائل الشيطان، واستفزز من استطعت منهم. هو ده منهج الشيطان، هو عايز يوصلك اللي انت تبطش وتجهل وتغضب. طالما انت وصلت لكده يبقى هو ده أمانيه، لأن انت لما توصل للغضب والبطش هيصدر منك الجهالة، هو عايزك تبقى زيه. لكن لا، أنا أنزل ليه للأخ ده والجاهل ده، أترفع عن ذلك بألا أرد وألا أبالي، تمام، وأقابل هذا الجهل بأن أعرض عنه بسلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما بدفع هذا الجهل وعدم الرد. ولك الحق، لك الحق أن ترد هذه الإساءة بالإساءة دون أن تطغى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولكن الأفضل أن تعفو وأن تصفح، والمرحلة دي مش لأي حد. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بهذا الخلق العظيم اللي هو خلق العفو. الأخلاق السامية دي اللي احنا بنسمع عنها وبنقعد نتريق عليها، دي سامية ومش سامية وخالتي سامية والحوار ده، الحوارات دي والأخلاق دي نفسنا نوصل لها. لأن احنا زي ما قلت قبل كده على المنبر إن احنا مهما صلينا ومهما زكينا ومهما حجينا ومهما صمنا مش هنوصل للصحابة، مش هنوصل للصحابة. طب ازاي نزاحم الصحابة وازاي نحشر معهم في الجنة وازاي نكون رفقاء معهم في الجنة؟ قلت بحاجتين. الحاجة اللي هي بين ايديك الأولانية اللي هي أن تتخلق بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم. الحاجة التانية بقى، حد فاكرها؟ ها ها غلب؟ لا، هي حتة ذكية شوية. ها أحسنت، وأنا بحبك في الله. أن تحبهم في الله. أن تحب مين؟ الصحابة في الله، لأن المرء يحشر مع من أحب. الحاجتين دول هم اللي هيوصلونا للناس دي، لأن الناس دي مستحيل تلاقي زيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم معهم برفقة النبي محمد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه، ورب رحيم.